اول عرض رو بعد فوز سي ام بانك ببطوله العالم، ولكن الاسبوع ده حصلت شويه مفاجآت وحاجات غريبه كده، فخلينا نشوف ايه اللي حصل. بيبدا العرض بدخول سي ام بانك اللي ماسك بطوله العالم على كتفه وبيحتفل مع الجمهور لاول مره من اكتر من 13 سنه. طبعا انا عارف ان هو كسب البطوله في سمر سلام بس ما لحقش يتهنى بيها. المهم بيدخل وبيطلع الحلبه وبيتكلم مع الجمهور ويقول لهم: يا ترى مش احساس عظيم ان الواحد يبقى بطل ليله الاثنين في الولايه العظيمه نيو مكسيكو ولا ايه؟ انا حاسس اني في احسن حال. عاملين ايه النهارده؟ انا قلت لكم اني حاسس اني تمام جدا، بس انا ما وصلتش لهنا لوحدي. في ناس كتير لازم اشكرها على اللي وصلت له. انا مقدر المشاعر دي، وهنفرق دلوقتي بين كلمه مستحق وكسبها بعرقه، ده عشان الجمهور كان بيقول له انت تستحق ده. فسيم بانك كمل وقال: مش عايز اخلي الكلام شكله زي خطاب اوسكار المليان عاطف زياده، اكيد في ناس ممكن انسى اذكرها، فخليني اقصر الكلام واخليه لطيف. واول حد في القايمه واللي اتمنى تكون قاعده دلوقتي في البيت مع لاري الصغير، اي جي لي. شكرا لانك كنت دايما جنبي في الاوقات الوحشه عشان نقدر نقف جنب بعض ونستمتع بالايام الحلوه. ودلوقتي رقم 2 هو انتوا، بس بالنسبه لي انتوا ببساطه جمهور سيم بانك. في ناس بتسميكم الدبليو دبليو يونيفرس، من غيركم ما كنتش هوصل هنا ولا كنت هقدر اشيل الحزام ده واقول على نفسي بطل. شكرا ليكم، سقفوا لنفسكم، انتوا فعلا تستحقوا ده. والشخص اللي عاوز اشكره بعد كده هو جي اوسو، مين ايفنت جي اوسو. شكرا على المباراه الصعبه، وشكرا على القتال القوي، ما كنتش هقدر اعملها من غيرك، وانا مقدرك جدا. انت فعلا تستحق لقب مين ايفنت. يلا يا ابن الكدابه. ودلوقتي احب اصدق اننا نقدر نفضل صحاب بعد كده، بس لو ده مش ممكن انا فاهم ومش هعيط على الموضوع، لاني قلتها من اول يوم رجعت فيه هنا من حوالي سنتين. انا ما رجعتش عشان اعمل صحاب، انا رجعت عشان اعمل فلوس وابقى بطل. ودلوقتي انا فعلا رجعت. مش عارف فاضل لي وقت قد ايه، بس اللي انا متاكد منه واللي اتعلمته في سمر سلام ان لما كسبت جونتر ومسكت اللقب ده فضل في ايدي حوالي 3 دقايق بس، و3 دقايق دول ما كانوش كفايه. وده علمني ان من دلوقتي لازم اتمسك بالحزام ده باقصى ما عندي وما سيبوش ابدا. الخبر الحلو ان مفيش حيه في العشب اسمها سيس رولينز مستخبي في الضلمه ماسك شنطه ماني ان ذا بانك وبيستنى الفرصه عشان يصرفها عليا. لا مفيش الكلام ده. ثانيه واحده لو تسمحوا لي. وقام سيم بانك ماسك الحزام وقعد يلفه زي اللفه اللي بيعملها سيس رولينز لما بيفوز ببطوله، ووجه كلامه لسيس رولينز وقال له: سيس ده ليك، يا رب يعجبك، ربنا يقومك بالسلامه. لو رجعت وحاولت تدخل في شغلي هرجعك تاني على الكنبه. الحزام ده اثبات، بقالي 2 سنين راجع وحاسس اني ملك من غير تاج، ودلوقتي اخدت التاج بتاعي، ومع التاج بتيجي اهداف، وعارف ان في هدف ورايا وفي هدف قدامي، وبشوف اللوكر روم كله مليان بمواهب جامده، وعارف ان كل يوم 2 لازم اكون مستعد جامد قوي، وعارف ان هيجي يوم وهخسر الحزام ده، وعارف كمان ان في طابور حاضر. بسمع برون بريكر، برونسون ريد، وبسمع ذا فيجن بيقولوا ان هم جايين على الذهب بتاعي، وبسمع ان هم عاوزين يكونوا ابطال، ولكن انا لازم اكون بطل بيقاتل لاسباب كتير. اول سبب ان في ناس كتير نفسي اضربهم في وشهم: برون بريكر، برونسون ريد، بول هيمن، انتوا 3 منهم. وانا عايز اختبر نفسي قدام الافضل في الشركه دي، احسن مصارعين محترفين ماشيين على الارض دلوقتي، وانا اقصد ناس زي اي جي ستايلز واللي انتوا بتهللوا عليه وبتقولوا ان هو يستحق. اهو واحد زي ده اظن ان هو كسب الحق انه يطلع وياخد فرصه على الحزام. وعلى الناحيه التانيه في واحد معاه حزامين دلوقتي ومش مستاهل ولا واحد فيهم، ديرتي دومينيك ميستيريو، وحطه تحت بند الناس اللي عاوز اضربهم في وشهم قوي. واللوكر روم مليانه مقاتلين، وبقول هنا على ناس زي جيدي ماكدونا، الراجل مصارع محترف استثنائي، ولو انا ما كنتش في احسن ايامي وهو كمان كان في احسن ايامه يبقى اللقب ده ممكن يروح لفين بالور. انت كمان واحد بدور عليه، مش ههرب من حد. عندك مثلا شيمس، لو عاوز تعمل مواجهه نار انا جاهز. واخيرا زميلي في الزمن ده، واحد لسه فاضل له ايام قليله، جون سينا. انا عارف انك مشغول وعارف ان الوقت معاك قليل، لكن يا سيدات ويا ساده انا مش هنا عشان وقت طويل، انا هنا عشان وقت حلو. لو عاوز تحاول تبقى بطل عالم 18 مره فانا جاهز ليك، ولو عاوز تيجي على السكه تعال على السكه. ببساطه بقول اللي شايف نفسه ان هو يستحق وواقف في طابور طويل فانا هنا بطل. فجأة بتدق موسيقى الفصيل لوجان بول، معرفش ايه اللي جابه تاني، كان اختفى وريحنا منه وقال ان هو هيعتزل المصارعه. ايه اللي رجعك؟ فلما دخل سيم بانك قال له: دي كانت غلطه معلش، اتكلمت بدري. طيب انا عاوز اكون بطل بيقاتل، بس شوف هقاتل مع اي حد ما عدا انت، تمام؟ انت مالكش علاقه بالموضوع، ما عنديش اي حاجه اقدمها لك، مستعد اقدم اي حاجه لاي حد غيرك. او اقول لك اسمع، اعتقد ان اللون الازرق يليق عليك اكتر، ليه ما تروحش سماك داون؟ انا سامع ان هو حلو، في تحدي مفتوح هناك وده لايق عليك اكتر، ايه رايك تروح هناك وتتحدى اليا دراجانوف؟ فلوجان بول قال له: انت قلت اي حد؟ سيم بانك الراجل اللي بيوفي بكلمته، مش كده؟ طيب انا فيراري ب1000 حصان ومفيش ولا واحد في المكان ده يقدر يشتريها اصلا. مبروك، انتوا كلكم مفلسين، بس انتوا عارفين ده كويس، عشان كده عايشين هنا. اما انت فانت عربيه هيونداي
سيفيك مستعمله ماشيه اكتر من 270 الف ميل. انا دخلت الحلبه مع رومان رينز، جون سينا، وايج ستايلز اللي انت لسه ذاكره، وعلى فكره انا كسبته في راس المانيا. انتوا بتصيحوا عليا لانكم متضايقين. فيا سي ام بانك، لو في حد في المجال ده فعلا كسب حقه في فرصه على لقب، انت عارف وكل اللي هنا عارفين وانا كمان عارف ان الشخص ده هو انا. وفجاه راح داخل مقاطعهم بول هيمن وقال: سيداتي وسادتي، اسمي هو بول هيمن، واحنا على وشك اننا نتمشى سوا كلنا دلوقتي لحد الحلبه دي. سمعت الاشاره اللي اتقالت عن ملك من غير تاج، بس انا مش شايف ملك ومعاه تاج، انا شايف كلب من غير صاحب. لا لا لا، ده مش ليك يا بانك، ده ليك يا مستر يوتيوب. اول الصف بجد، اللي في اول الصف هو الراجل اللي غلب رومان رينز، برونسون ريد، اللي بنسميه ذا او تي تي، ذا ترايبال سيف. واول الصف كمان مكانه لبرون بريكر، مستقبل راس المانيا. اما انت، لا انت في اول الصف ولا حتى في اخره، انت واقف على الخط مستني دورك تدخل الطابور عشان تحاول تاخد فرصه ضد بطل بقاله يومين ماسك اللقب، وده يخليك متاخر 432 يوم عن الوقت اللي كنا فيه ابطال العالم للوزن التقيل. ولازم افكرك، انا مش الشخص اللي خسر اللقب بتاعنا، دورك دلوقتي، بس خليك عارف انك في المكان الغلط وفي الوقت الغلط، فياريت تتحرك دلوقتي. فلوجان بول قال لهم: خبر عاجل يا جماعه، اللي يتاخر يخسر. انتوا 3 شكلكم جامد ماشي، بس بطيئين قوي. انا كنت هنا الاول، ولو كنتوا عايزين المكان ده كان المفروض تتحركوا شويه بسرعه وتورونا شويه همه. فبرون بريكر قطعه وقال له: الحقيقه ان اللي عمله ده ادالكم اسبوعين بس تعيشوا، لاننا اضطرينا نقعد ورا ونصبر، صح؟ بعد ما مرمغنا سيس رولينز في التراب، واضطرينا نصبر اسابيع لحد لما يتوج بطل جديد. ومبروك يا بانك، خدت لحظتك. لكن البيج دوج ما بقاش يستنى تاني، انا جاي اخد اللي يخصني، ومفيش حاجه هتقف في وشي غير راجل ماسك بطولتي لحد لما انا اخدها، وكمان يوتيوبر غبي فاكر نفسه جامد. فبقول لكم الافضل ليكم انتوا الاثنين انكم تمشوا من الحلبه بتاعتي دلوقتي، والا هربطكم زي الكلاب. سيم بانك قال له: شايفين اللي حصل هنا بالظبط، جه وقت القتال، هتقتلهم معايا ولا هتطلعوا على حلبتي على طول؟ فلوجان بول قرر يسيب الحلبه ويمشي، ووقف وش لوش مع ذا فيجن، لكن برون بريكر زقه ودخل لسيم بانك، وهما الاثنين مسكوه عجنوه. فلوجان بول طلع تاني للحلبه بسرعه وابتدى يضرب برون بريكر وبرونسون ريد، واتضح لنا انه واقف في صف سيم بانك. الله، لوجان بول قلب بيبي فيس، ولكن هجموا عليهم هما الاثنين ومسكوه عجنوه، ولكن بانك طلع ماسك كرسي وضرب بيه برونسون ريد، وقام ذا فيجن خارجين من الحلبه، والفقره انتهت على كده. من الواضح ان سيم بانك بعد لما كسب البطوله بان له اعداء كتير، وواضح ان هو مش همه حد، بدليل ان هو بيقول ان هو عاوز يكون بطل مقاتل. سيم بانك قال كمان ان هو ما فاضلش قدامه وقت كتير، فطلب من الجمهور زي ما انا طلبت قبل كده بعد لما كسب البطوله على طول انهم يستمتعوا، لان اللي فاضل مش كتير. سيم بانك قال ان هو ما عندوش مشكله يواجه اي حد، وعارف ان في ناس كتير مستقصدينه، منهم برون بريكر وبرونسون ريد، وعنده استعداد يواجه ناس زي ايج ستايلز وفين بالور وجيدي ماكدونا وشيمس وحتى دومينيك ميستيريو. ده حتى ذكر اسم جون سينا، اعلن عن تحدي لو جون سينا عاوز ولو عنده وقت، بحيث انه يديله فرصه لو عاوز يكون بطل عالم قبل ما يعتزل ويحقق البطوله رقم 18. وطبعا ده مستحيل، دي عزومه مراكبيه بس مش اكتر. المهم ان احنا في الاخر حصلنا على لوجان بول. ايه القرف ده؟ انا مش فاهم لحد امتى هيفضل لوجان بول يطلع لاي بطل ويتخطى الصفوف ويقول لك انا عاوز العبك على البطوله من غير ما يدخل تصفيات، من غير ما يستحق. انا اول مره اشوف مصارع ميد كارد بارت تايمر ودايما بيلعب على بطولات عالم. يعني انت ماسك على الاتحاد زله لو دراعهم في حاجه؟ اصل ما ينفعش والله كل مره يحصل كده، ده حاجه غريبه جدا. الغريبه ان احنا لاول مره بنشوف لوجان بول بيتحول لشخصيه بيبي فيس من الفقره دي، ولكن تحول لبيبي فيس واخد على عينه. برونسون ريد وبرون بريكر حفلوا عليه، وسيم بانك طلع انقذه وما هموش اصلا كأن لوجان بول مش موجود على الحلبه. المهم ان بعد شويه في الكواليس بنلاقي سيم بانك بيتمشى وقابل جي اوسو. جي قال له: انا عارف ان الامور متلخبطه اليومين دول، وشفت اللي حصل بينك وبين ذا فيجن، وقال له ان هو حاسس ان هو لازم يساعد سيم بانك. فبانك ساله: ينفع اثق فيك؟ يعني انا بكلم انهي جي اوسو دلوقتي؟ فجي رد وقال له: انت بتكلم مين ايفنت جي اوسو، وقال له: انا مقدر القتال اللي انت قدمته، وفعلا انت الافضل في العالم، وان انا لو كنت البطل دلوقتي ذا فيجن كانوا هيطردوني لانهم باي شكل من الاشكال مش هيقفوا. فجي قال لبانك ان هم يقدروا يخلصوا على مشكله ذا فيجن الليله. فبانك رد عليه وقال له: خلاص انا هروح اجهز. وجي ختم الكلام بيه. بعد كده حصلت فقره لدومينيك ميستيريو، وطلع احتفل عشان هو احتفظ بالبطوله ومعاه بطولتين في نفس الوقت، وقعد يعاير الجمهور وقال على نفسه ان هو اعظم لوتشادور في التاريخ واعظم بطل على الكوكب ومفيش راجل يقدر يوقفه. ولكن بنتفاجئ كلنا ان ري ميستيريو بيرجع تاني للحلبه بعد غياب طويل جدا.
فري ميستيريو شاف ان دومينيك متفاجئ، وكلنا بصراحه اتفاجئنا، وقال لدومينيك باين انك متفاجئ، ولكن اسمع، انت ممكن تقول انك اعظم بطل في التاريخ زي ما انت عايز، انا مش فارق معايا، بس لازم اوقفك عند حدك لما تقول انك ملك اللوتشادورز، لان كل مره بتقول فيها الكلمه دي انت بتهين اسم عيلتنا وبتقلل مننا. انت فعلا شايف انك اعظم لوتشادور في التاريخ؟ طب وايه رايك في السانتو، بلو ديمون، ايدي جيريرو؟ شايف نفسك احسن منهم؟ دومينيك قال له خلي اسم ابويا بره لسانك، وايوه انا احسن منهم كلهم، بس في لوتشادور واحد متاكد 100% اني احسن منه وانت ما جبتش سيرته، وهو انت يا ري ميستيريو. فري ميستيريو قال له بص، انت ممكن تقلق ادبك عليا زي ما انت عايز. يا راجل ونعم التربيه والله، ايه الدلع ده؟ يعني يقل منك عادي بس ما يقلش من لوتشادورز، ونعم الاب يا ري ميستيريو. وانا بقول الخلفه الزباله دي جايه منين؟ المهم ان ري ميستيريو اصر ان هو ممكن يتقل منه عادي بس ما يتقلش من لوتشادورز. فدومينيك قال له ولو ما عملتش كده هتعمل انت ايه؟ انت عيان، انت حتى حرامي، بتسرق مني شنباتي. هو فعلا كان في خط اسود على بق ري ميستيريو كده، انا يعني لسه واخد بالي دلوقتي ان هو شنب. انا اللي رجعت اسم ميستيريو للناس وخليته يدور على كل لسان، ومش بس كده، انا كمان تخطيت كل حاجه انت عملتها قبل كده بكل طريقه وبكل شكل ممكن. فهعمل ايه تاني؟ اديك على عينك؟ فليه ما تسمعش لكلامي وما تقلش من نفسك وتطلع بره الحلبه بالذوق؟ فري ميستيريو قال له تمام انا همشي، بس قبل ما امشي افتكر 3 حاجات. طول ما انا موجود عمرك ما هتبقى ملك اللوتشادورز، طول ما انا موجود الحلبه دي عمرها ما هتبقى بتاعتك، وطول ما انا موجود عمرك ما هتبقى اعظم ميستيريو. فدومينيك عمل نفسه ان هو هيمشي كده، ولكن حب يضرب ابوه قليل ادب، ولكن ري ميستيريو اداله على وشه، وهم شابطين في بعض شويه، وبعد كده ري ميستيريو عمل له 619 وبس، الفقره خلصت على كده. ودي حاجه كنا متوقعينها، لان ري ميستيريو كان موجود على البوستر الاولاني او البوستر الاولي المبدئي لعرض سيرفايفر سيريس. فري ميستيريو هيلاعب مين؟ هيلاعب دومينيك، لان مفيش غيره. فظهور ري ميستيريو كان متوقع جدا، وكده كده دومينيك اساسا كان شغال نكشه على ابوه على السوشيال ميديا ومن تحت لتحت في البروموهات، فكان عاجلا او اجلا لازم ري ميستيريو كان يرجع، خصوصا ان قصتهم لسه ما خلصتش. انا شايف ان قصتهم لسه ما خلصتش. ايه بقى اللي هيحصل او ايه التوقعات اللي جاي؟ اتوقع بما ان الجمهور دلوقتي بدا يشجع دومينيك ميستيريو وعمالين يهتفوا له ديرتي دوم كل شويه، ودي حاجه على غير العاده، فانا ملاحظ ان في تطور كبير قوي في شخصيه دومينيك ميستيريو. هل هنحصل على دومينيك ميستيريو البيبي فيس قريب؟ اصل بالشكل ده كده مفيش دومينيك ميستيريو ضد جون سينا، واضح اننا هنحصل على دومينيك ميستيريو ضد ري ميستيريو. فهل جه الوقت عشان ري ميستيريو يرجع ابنه لعقله ويخرجه من الهبل اللي هو فيه ده، ولا هتستمر القصه وهيستمر الحلب وهنقعد نتفرج عليهم هما الاثنين بيدبوا في بعض وسلسله ماتشات ملهاش نهايه وكل واحد فيهم هيفضل بشخصيته ومش هنشوف جديد؟ هنشوف. في العرض ده برضه في الكواليس بنعرف ان بطوله اخر خصم لجون سينا هتبدا الاسبوع الجاي، وادم بيرس بيختار المشاركين فيها بالطريقه القديمه، وبيسحب الكور من جوه العجله اللي بتلف دي اللي فيها اسامي بشكل عشوائي، وبيحدد مين اللي هيكونوا مشاركين في البطوله دي ومين هيلعب ضد مين من خلال العجله اللي عماله تلف دي. وبعد كده ادم بيرس طلع واعلن ان الاسماء اتسحبت بشكل عشوائي والمكالمات اتعملت، وان هو فخور عن ان هو حدد اول ماتشين في الجوله الافتتاحيه عن بطوله اخر خصم لجون سينا. فالاسبوع الجاي هنحصل في عرض الرو على اول مواجهه او اول ماتش في البطوله دي، واول ماتش هيكون الوحش البلغاري روسيف ضد بطل العالم السابق داميان بريست، والمواجهه الثانيه اللي هو برضه حددها هتكون شينسكي ناكامورا ضد شيمس، وقال ان نيك ألدس هو اللي هيعمل سحب الماتشين الجايين يوم الجمعه في سماك داون، ولحد دلوقتي ده بيتمنى التوفيق للجميع والكلام ده رسمي، واكد ان الاسبوع الجاي في عرض الرو جون سينا هيكون موجود. بنروح لمباراه المين ايفنت اللي هي كانت سيم بانك وجي اوسو ضد برون بريكر وبرونسون ريد. المباراه بدات وكانت تمام في اولها ولعب حلو ورايح جاي والدنيا تمام وزي الفل ومفيش اي حاجه. المهم المباراه انتهت بالعد الخارجي والحكم رن الجرس ونهى المباراه، وبعدها سيم بانك وبرونسون ريد بداوا يتخانقوا حوالين الحلبه، وجي اوسو راح يساعد سيم بانك وقاموا شايلين ترابيزه التعليق وحدفوا عليها برونسون ريد وكانوا عاوزين ينطوا عليه ويكسروا الترابيزه، ولكن برون بريكر قدم المساعده كالعاده وسيم بانك حاول يساعد، ولكن حفلوا عليهم هما الاثنين ورجعوا جي اوسو للحلبه وكانوا عاوزين يفنشوه خالص، لكن سيم بانك طلع وكان في ايده كرسي حديد والفيجن هما كمان طلعوا بكراسي وسيم بانك كان واقف مستنيهم وبتحصل مواجهه بينهم. ولكن فجاه بنلاقي لوجان بول بيتدخل وبيقف جنب سيم بانك ولابس في ايده النقل الحديد اللي هي الخواتم الحديد اللي هو بيلبسها عشان يضرب بيها خصومه، ولوجان بول بيقول لسيم بانك يلا بينا. فجاه بنلاقي بيضرب سيم بانك وبيوقعه في نص الحلبه والكل بيتفاجئ. بعدها بول هيمن بيدخل بيقوم لوجان بول مسلمه الخواتم الحديد اللي كانت معاه، وبيبان ان بول هيمن وافق على انضمامه رسميا لعصابه الفيجن سواء بشكل دائم او بشكل مؤقت، والعرض بيخلص على اللقطه دي. انا بصراحه واحد من الناس لما كنتش حابب فكره ان لوجان بول يتقلب للشخصيه البيبي فيس، هو لاقي عليه جدا الشخصيه الهيل، بيعرف يقدمها بيعرف يتقمصها، انما لما قلب بيبي فيس حسيت ان هو بقى ضعيف. يعني شوف الركنه اللي اتركنها على الحلبه بعد لما اتضرب كده في اول العرض، بص كان شكله عامل ازاي، فرخه.
لوجان بول شخص مخادع، عنده امكانيات، الامكانيات دي ما بتظهرش غير لما بيكون بالشخصيه الهيل. فحته ان هو يتقلب في اول العرض بيبي فيس وبعد كده في اخر العرض يقلب هيل تاني، كانت مزاوله بالنسبه لنا، بس بصراحه ما كنتش هستحمل ان هو يقلب بيبي فيس على طول. الشخصيه الهيل متفصله عليه بالملي، ومن ناحيه ان كان هينضم للفيجن او لا، فانا شايف ان انضمامه للفيجن هيكون بشكل مؤقت عشان الطريق للوور جيمز. زي ما قلنا برون بريكر، برونسون ريد، واحتمال بروك ليسنر، وما كناش عارفين مين اللي هيبقى معاهم تاني، ولكن دلوقتي بقى معاهم لوجان بول. هل هيكون في شخص خامس؟ مش عارف، ممكن تمشي 4 ضد 4، ممكن تمشي 5 ضد 5، على حسب الاتحاد عاوز يعمل ايه. لكن انت عندك في الجبهه بتاعت سين بانك واضح من دلوقتي ان هيكون في سين بانك، جي اوسو، رومان رينز، كودي رودز، ولو حبوا يزودوا حد ممكن يبقى جيمي اوسو، والناحيه الثانيه لو حبوا يزودوا حد هيبقى درو ماكنتاير. والاسامي اللي بقولها لك دي مش من دماغي، على قد ما هي اساسا كانت الاسامي اللي موجوده على البوستر المبدئي اللي قلت لك عليه، معظمهم كانوا موجودين في الصوره دي. فمنطقي لو هتجيب منافسين او لو هتجيب مصارعين تحطهم في الفريق ده او الفريق ده، فلازم يكون من المصارعين اللي موجودين على البوستر. انا عن نفسي شايف ان اضافه لوجان بول ما كانتش لازمه، ما كانش ليه داعي ان لوجان بول يدخل الماتش ده اصلا. ايه لازمتها انك تضيف حد للفيجن مش هيكمل معاهم في القصه؟ انت هتضيفه بشكل مؤقت، يعني كلهم مربوطين ببعض. الاوسوس ليهم قصه مع رومان رينز، سين بانك الكل عينه عليه عشان البطوله اللي معاه، كودي رودز ليه صداقه مع سين بانك، ليه صداقه مع جيمي وجي اوسو، ليه عداوه مع درو ماكنتاير. بروك ليسنر من فتره اتفق مع بول هيمن ان هم عاوزين يتكلموا، وكان واضح ان بول هيمن بيخطط لحاجه ليه هو والفيجن. انما لوجان بول طالع زي الخازوق في النص. درو ماكنتاير ليه لازمه، هيقف في جبهه الفيجن وبروك ليسنر، لان كل اللي في الجبهه الثانيه اعدائه. ما بيحبش البلاد لاين اللي هم الاوسوس ورومان رينز، ما بيحبش سين بانك، ما بيحبش كودي رودز. لوجان بول انت لازمتك ايه في القصه دي؟ يعني كان هيبقى احسن لينا وللشركه ان هم يضيفوا حد يكون عضو دايم في الفيجن احسن ما يحطوا عضو مؤقت، وبمجرد لما تنتهي قصه سرفايفر سيريس وور جيمز هو مش هيكمل معاهم في القصه، هينفصل عنهم وهيكون لوحده. ولكن واضح ان الاتحاد بيختار دايما السهل، زي ما عمل مع جي اوسو، شاف ان المبيعات بتاعته كتير فقال لك ده شعبيته كبيره. لوجان بول عنده متابعين كتير على اليوتيوب وعنده منتج بيبيعه، ففضلوا على اوستن سيري، لان من نظرهم شعبيه لوجان بول اكبر بكتير من شعبيه اوستن سيري. وللاسف ما بصوش على ان القصه دي هتحتاج انها تكمل بمصارعين تاني على المدى البعيد، هتحتاج ان انت تدخل ناس تاني في القصه قدام. فعلى اي حال هنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده، لسه مش عارفين بيخططوا لايه ولا هيهببوا ايه على عينهم الفتره الجايه. المهم دلوقتي قبل ما نخلص الفيديو حابب افكركم ان عندنا صفحه على الفيسبوك اسمها راسل سبوت، غير الصفحه القديمه اللي اتقفلت، دي صفحه جديده وشغالين عليها الحمد لله لغايه دلوقتي، بننزل عليها كل حاجه تخص الدبليو دبليو، اخبار، تسريبات حصريه، بوستات تفاعليه، تغطيه للعروض اول باول، كل حاجه. فياريت تخش على اللينك بتاع الصفحه موجود تحت في الوصف، اعمل لنا فولو وتابعنا وتفاعل معانا لو تكرمت يعني. ولحد هنا خلصت، فما تنساش تعمل لايك للفيديو وتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس على كلمه اولى وكل عشان يجيلك اشعارات القناه اول باول لما انزل اي حاجه في اي وقت. وفي نهايه الفيديو عاوزك تصلي على النبي، وده نهايه الكلام لان راسل سبوت قال كده.